مدرسة يتحول كل الطلاب اللي بداخلها حبيب قلبي إلى زومبي بعد ما ينتشر مرض غريب ويسلق مذهبهم، ولحتى يحافظون على حياتهم انجبروا إنه يبقون داخل المدرسة ويقاتلون. واسم الفيلم سكول لايف ومن إنتاج 2017. بس قبل لا نبدأ المقطع اشترك بالقناة إذا كنت ما مشترك وفعل زر الإشعارات وليتس جو. ويبدأ الفيلم مع هاي البنت اللي اسمها السوجي، واللي كانت أطول وحدة بالمدرسة وكانت تحب رياضة الركض. وبيوم من الأيام وهي قاعدة تتمرن شافت الشخص اللي كانت مكرشة عليه حبيب قلبي، وهنا فقدت توازنها هي وقاعدة تركض ووقعت وتأذت رجلها. وبعدها راحت للدكتورة حبيب قلبي وقعدت سوجي تحكي للدكتورة عن الشاب اللي هي معجبة بيه. وهنا حبيب قلبي الدكتورة قالت أباوع لك ابقي ثقيلة وخليه هو يجي يعترف لك، يعني ايش قد ما كنت ثقيلة راح يبقى مشلب بيش أكثر. وبعد ما ينتهي الدوام حبيب قلبي نشوفها قاعدة تصعد بالبايسكل مالتها لحتى تطلع للبيت. وهنا اجى الشاب اللي كانت معجبة بيه وكالعادة حبيب قلبي فقدت توازنها ووقعت. وبعدها حبيب قلبي قرر انه يمشي وياها لحد ما توصل البيت لحتى يتأكد انه هي وصلت بيتها بسلامة. وباليوم اللي بعده حبيب قلبي اجت ابنية وقالت لهم انه المدير مسوي اجتماع بالساحة وقاعد يريدكم. وبعد ما طلعت حبيب قلبي شافت الولد كانت معجبة بيه قاعد يركض باتجاهها وقاعد يحذرها لأن المدرسة كلها تحولت إلى زومبي. بالبداية فكرته مقلب، بس بعدين تأكدت بعد ما وقعت بنية قدامها من الطابق الثالث. وبعدين حبيب قلبي هو قاعد يدافع عنها صديقها انعاض. وهنا اخذتها حبيب قلبي وطلعت للسطح مال المدرسة. وبعد شوي حبيب قلبي نشوف صديق سوجي تحول الى زومبي وحاول انه يهجم عليها، فهنا اخذت الكرك وضربته وكتلته. وبقوا يباعون جوا حبيب قلبي وقاعدين يشوفون جماعتهم كلها قاعدة تتحول الى زومبي. وبعد حبيب قلبي اخذوا اسلحتهم ونزلوا لي جوا، بس شافوا مجموعة من الزومبي واقفين بالممر، فقدروا يشتتون انتباههم يعبرون من وراهم ويروحون الممر الثاني. بس بالممر الثاني حبيب قلبي هجم عليهم شخص متحول الى زومبي وقدر صديق السوجي انه تنقذ السوجي. وهنا حبيب قلبي راد يعضها بس اجى السوجي ونقذتها. وبعدها حبيب قلبي قدروا يوصلون للمطعم اللي داخل المدرسة وقدروا يلقون أكل وياكلون. بس هنا حبيب قلبي سمعوا صوت غريب جاي من يم الباب، وفجأة طلعت بنت وهجمت عليهم لأن كانت فكرتهم زومبي. وبعدها حبيب قلبي قدروا يتأكدون إنه هاي البنت ما زومبي بعد ما شلحوها كل ملابسها وفتشوا جسمها وما بي أي آثار عض. وبعدها حبيب قلبي قرروا إنه يبقون داخل المدرسة لحد ما أحد يجي ينقذهم، بس البنت اللي وياهم حبيب قلبي كانت رافضة هالشي، وقالت لهم انه الانتظار النجدة مثل ما واحد قاعد ينتظر الموت، وانه الاكل اللي عندنا كلش قليل يعني ما راح يكفينا فترة ونموت. وباليوم اللي بعده حبيب قلبي شغلوا موسيقى عالية بالسماعات اللي موجودة داخل المدرسة لحتى يجذبون انتباه الزومبي. وبالفعل حبيب قلبي قدروا يشتتون انتباه الزومبي بس ما قدروا ياخذون اي سيارة. وبهذا اثناء حبيب قلبي شافهم الزومبي وهجم عليهم وحصرهم فوق السيارة. وهنا حبيب قلبي اجت صديقتهم سوجي وبدت تضرب علقة لحتى تطلع صوت وتجذب انتباه الزومبي. وبالفعل حبيب قلبي قدرت تنقذ جماعتها من الزومبي ويرجعون على السطح مال المدرسة. وبعدها حبيب قلبي يقدرون يوصلون للمستودع مال الاكل اللي موجود داخل المدرسة ويلقون بيه كميات كبيرة من الاكل تكفيهم لفترة كلش طويلة. وهم قاعدين يجمعون اكل حبيب قلبي شافوا شخص متحول لزومبي، وهنا سوجي حاولت تضربه بس تذكرت صديقها ووقفت وتجمدت وكانت كلش مصدومه. وبعد حبيب قلبي باخر لحظه تيجي صديقتها وتضرب الزومبي وتقدر تنقذها. وبعد حبيب قلبي بدأوا يجمعون الاكل ويحسبون الكميه وانه ايش قد راح تكفيهم، بدأوا يسوون حفله لحتى شويه يغيرون من الوضع اللي هم بيه وينسون الزومبي. وبهذا اثناء حبيب قلبي هجم عليهم الزومبي وكان شايل بيده جداحه وشعل الدنيا كلها عليهم. هنا حبيب قلبي سوجي بقت على السطح، وهنا البنت ينبقن بواحد من الصفوف، وبنت بقت بوحدها داخل الممرات. بس حبيب قلبي سوجي وهي كانت على السطح قررت انه خلاص تستسلم وتبطل تقاوم، بس بدأت تتخيل حبيبها شلون قاعد يحكي وياها وقاعد يقويها ويقول لها قاومي وانت اقوى منهم. وبالفعل حبيب قلبي قدرت تقتل كل الزومبي اللي موجودين على السطح وتنزل للطابق اللي جوا، وشافت جثث كثيره وفكرت انه هذول اصدقائها اشتعلوا. وبعد شوي حبيب قلبي سمعت صوتهم جاي من واحد من الممرات وقدرت تطمن وعرفت انه هم بعدهم على قيد الحياه، وقدرت تنقذهم من الزومبي اللي كان يهاجمهم. وبعد حبيب قلبي نشوف الدكتوره مالتهم تعضت وتحولت الى الزومبي، بس قبل لا تتحول طلعتهم خارج القاعه وربطت نفسها بحبل لحتى ما تاذي اي شخص. انها حتى لو بقت زومبي مش هتأذي اعز ناس عندها، ونهار البنات من الزعل. وبعد ما احترق كل الاكل الموجود بالمخزن اللي عندهم حبيب قلبي قرروا انه يطلعون خارج المدرسه، وقدروا يلقون سياره حبيب قلبي، بس قبل لا يمشون وقفوا قدام المدرسه وتشكروا على الوقت الحلو اللي قضوا بيها، وقرروا انه يبقون متجولين لحد ما يلقون احد عايش مثلهم يقدر يساعدهم. وبس، ولهنا وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى ان اعجبكم واشوفكم فيديو جاي. بيس.